بتشطب بيتك او ناوي تشطب بيتك او شقتك، ودايما بيقابلك السؤال نعمل ايه؟ نشطب بطريقه باقات ولا نظام الاشراف؟ طيب بص، هو من الاحسن والافضل ليك هحكي لك قصه صغيره كده. انا فاتح مكتبي من 2015 شهر 11 بالظبط. طبعا وقتها ما كانش في حاجه اسمها نظام باقات. كان معروف اي مهندس بيخش يرفع مقاسات الفيلا وبعد كده بيعمل لك التصميم بتاعك، اعتمدنا التصميم خلاص، بنشتغل بعد كده في الرسومات التنفيذيه وبيعمل لك مقايسه شامله اتعاب. وفي منهم اللي كانوا بيشتغلوا بنظام الاشراف. خلاص يعني ايه؟ يعني بيديك التكلفه الصافيه، والله البند ده هيكلف كذا، مصنعيات وخامات ونقل وتشوينات، وانا اشرافي عليهم كذا، بس اشرافه ده مش بيحطه في قلب المقايسه. الاشراف بتاعه بتبقى عارف ان اجمالي المقايسه دي عامل 100000 جنيه، فالمهندس ده هياخد منك وليكن 20000 جنيه. خلاص ده الكلام ده مش بنتكلم في كتير، بنتكلم حوالي 10 سنين. خلاص. طيب من ساعه ما ظهرت موضوع الباقات ومش الباقات والناس بقت تستسهل، بيدخل على الصفحه في الرسائل سعر المتر كام، وحتى في الكومنتات انتوا نظام الباقات ايه؟ طيب سريعا نرد على السؤال ده. رقم واحد، ايه هو نظام الباقات وبيشتغلوا ازاي؟ اولا بيكون بيشتغل بنظام يا اما اقتصادي يا اما متوسط يا اما فاخر، وطبعا كل شركات لها المسميات الغريبه بتاعتها. خلاص؟ لان هو نظام تم استحداثه، مش هي دي الماشيه في النظام العالمي. مش حاجه اسمها باقات يعني اليت وسوبر والحاجات دي. خلاص؟ طبعا مع احترامي التام للناس اللي بتعمل كده، يعني هم ربنا يوفقهم كده، لان هم زمايلنا واصحابنا واخواتنا يعني. خلاص؟ مع اختلافنا طبعا في نظام الشغل وفي طريقه الشغل، لكن انا بكن لهم كل احترام وتقدير، نتكلم في المهم. انا كل هدفي ان انا اوعيك فلوسك اللي انت تعبان وشقيان فيه دي ما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا نستعجل ونشوف الحاجه اللي بتنجز معايا اكتر في الوقت واروح اعملها واخلص. انا لما انا بقول لك نعمل تصميم ونعمل مقايسه، ده مش وقت بيضيع والله. طيب هعمل ايه بالفلوس اللي انا مثلا عندي المتر ب 4000 جنيه؟ هتعمل لي بيهم ايه؟ يقول لك والله هعمل لك بيهم المونيوم مثلا. طب انا عايز اعمل ابواب مش عارف عامله ازاي. هدفع اكتر في الحاجات اللي هي هطلبها زياده عن الباقه بتاعتي. طب عشان اطلع للباقه اللي بعدها هتلاقي فرق 2000 او 1000 ونص او ايا كان. طب انا مش فاهم الراجل ده جاب خامات منين؟ هو اشتغل ازاي؟ ولا عارف هو كسبان كام او بياخد ايه؟ انا مش عارف اي حاجه. انا دفعت فلوسي وبروح استلم شقتي ولا انا فاهم اتعملت ازاي ولا ايه؟ طب هل ده ينفع؟